مكان كان فيه غابة كبيرة، وكان عايش فيها مجموعة من الأرانب، وكان فيه أرنب صغير جميل اسمه أرنوب. أرنوب ده كان بيحب ياكل خس والجزر. وفي يوم حصل ايه يا ماما؟ قال لمامته: أنا جعان، ممكن تحضريلي الفطار؟ مامته قالت له: طبعا يا أرنوب. راح أرنوب قال إنه يعمل تمرين الصباح لحد ما ماما تجهز الفطار. راحت مامته ندهت عليه وقالت له: يا أرنوب الفطار جاهز. جه أرنوب وشاف الفطار، لقيه خس وجزر. اتذمر بقى وزعل وقال لها: يا ماما، هو كل يوم خس وجزر خس وجزر؟ قالت له: أنا أول مرة أسمعك تقول كده. الخس والجزر ده يا أرنوب أكل كل الأرانب، ولازم نشكر ربنا ونقول الحمد لله. زعل أرنوب ومرضيش ياكل، وقال لمامته: أنا رايحة أتمشى في الغابة شوية يا ماما. قالت له: أنت مش هتاكل؟ قال لها: لا، أنا هتمشى وآجي. قالت له: براحتك يا أرنوب، اتفضل. زاد أرنوب راح يتمشى في الغابة، وقال: أنا هروح أشوف أصحاب الحيوانات بياكلوا إيه وآكل معاهم. وهو ماشي في الطريق قابل الأسد ملك الغابة، وقال له: صباح الخير يا ملك الغابة. الأسد سأله: مالك زعلان ليه؟ قال له: بصراحة أنا جعان ومش لاقي حاجة أكلها. هو أنت بتاكل إيه؟ قال له: أنا باكل لحمة. اتفضل خد حتة وجرب، دي طعمها لذيذ جدا. قال له: بس دي محتاجة أسنان قوية. أرنب قال له: متشكر يا ملك الغابة، أنا ما عنديش سنان قوية زيك. ساب أرنوب الأسد وكمل مشي، وفي طريقه شاف مين؟ شاف الزرافة. شافها واقفة تحت الشجرة وبتاكل. قالت له: ازيك يا أرنوب، مالك زعلان ليه؟ قال لها: جعان مش لاقي حاجة كلها. انت بتاكلي ايه يا زرافة؟ قالت له: انا باكل ورق الشجر، اتفضل كل معايا. قالت له: اتفضل كل معايا. قال لها أرنوب: بس الشجرة دي طويلة قوي، وانا ما عنديش رجلين طويلة ورقبة طويلة زيك، انا همشي بعد اذنك. قالت له: اتفضل يا أرنوب، مع السلامة. ساب الزرافة وقام ماشي، وفي الطريق لقى الفيل فرافيل وصاحب الزلومة الكبيرة، وقال له: صباح الخير يا فلافل، صباح النور يا أرنوب. راح الفيل سأله نفس السؤال، قال له: مالك يا أرنوب، شكلك زعلان. أرنوب قال له: أنا جعان ومش لاقي حاجة أكلها. قال له: أنا باكل فول سوداني، اتفضل كل معايا. أرنوب قال له: شكرا يا فلافيلو، أنا ما أقدرش أكله عشان سناني ضعيفة وإيديا صغيرة. مشي أرنوب مشي ولقي مين؟ لقي الثعلب. الثعلب كان مراقب الأرنب من بعيد، وكان جعان جدا، وقال: الله، أرنب لذيذ. قال له أرنوب: صباح الخير يا ثعلب، عامل ايه؟ رد الثعلب وقال له: أنا بخير يا أرنوب، أول ما شفتك. قال له: ممكن أعرف أنت بتحب تاكل ايه؟ رد الثعلب بمكر وقال له: أنا بحب آكل أرنب. جري أرنوب بسرعة 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 بسرعة، وراح بيته وقفل الباب عليه، ورجع وقال: ماما، أنا هاكل الخس والجزر اللي باكلهم كل يوم، ده أحلى أكل في العالم. قال لها: أنا هاكل الخس والجزر وهقول الحمد لله، دي نعمة جميلة جدا. مامته قالت له: برافو عليك يا أرنوب، دي نعمة جميلة جدا. قال لها: أنا بحبك أوي يا ماما، ودايما هسمع كلامك. وكده نكون اتعلمنا